يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض المباراة الأخيرة في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بعد التأهل رسميا لربع النهائي، وذلك بعد الفوز على فريق مديام الغاني بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الخامسة في المباراة التي أقيمت في مدينة كوماسي الغانية. وسيلتقي النادي الأهلي في المباراة القادمة مع فريق يانغ أفريكانز التنزاني في الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة المقبل 1 مارس في 6 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت السعودية وقطر على استاد القاهرة الدولي، وستذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت القطرية. ويتصدر النادي الأهلي ترتيب المجموعة ب9 نقاط، بينما يتواجد فريق يانغ أفريكانز في المركز الثاني ب8 نقاط، ثم شباب بلوزداد في المركز الثالث ب5 نقاط، ثم مديام الغاني في المركز الرابع ب4 نقاط. وحصل النادي الأهلي على الموافقة الأمنية بحضور 30,000 مشجع لمباراة الأهلي ويانغ أفريكانز القادمة في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. وسيواجه النادي الأهلي في حالة تأهله كمتصدر المجموعة أحد الفرق التي احتلت المركز الثاني في باقي المجموعات، والتي ستتحدد يوم السبت المقبل. وعن موعد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ستقام مباريات الذهاب خلال يومي 20 و 21 مارس، بينما تقام مباريات العودة خلال يومي 5 و 6 أبريل. ويحتاج النادي الأهلي إلى نقطة واحدة في المباراة القادمة لضمان صدارة المجموعة الرابعة بعد حسم بطاقة التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا برفقة فريق يانغ أفريكانز.